بيقول لي مالك بن انس عايزين نكلم حد كده في المنطق يقرر لنا وجود الله عز وجل بالحسابات الافلاطونيه والمنطقيه والكلام ده. فقال فان ضللت انا وانت، قال نحتكم لثالث، قال فان ضل، كلامه ما عجبناش، قال نحتكم جميعا لغيره، قال وندور بديننا، اذهب الى شك مثلك، روح دور على حد بيشك زيك، اما انا فغير شاك بحمد الله. يا هذا أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمهم يخشوا الحمام بعين رجل ويخرجوا بعين رجل، ما علمهمش التوحيد. شوف العظمه بقى. السيده عائشه لما قالت الدعاء ده حفظته على طول من اول مره كده، لا زال لها في اعناقنا منا، قالت فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك. انت واخد بالك هو ده دعاء ولا ده ثناء؟ ده في ثناء. عارف ثناء بايه بقى؟ بانه لن يقيني منك الا انت. مفيش حد بلغ من الكمال ان يكافئ الله او ان يناظر الله او ان يقاول الله، مفيش حد. ما اعرفش، عايز كانه عايز يقول كده عليه السلام، ما اعرفش حد في قدرك، ههرب منك إليك حتقي بطشك بك. فبيقول أعوذ، ده قمة العلم، قال أعوذ برضاك من سخطك، لن يقيني سخطك إلا رضاك أنت برضه، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من. طب عايز أقول حاجة تاني، وده أفصح من خلق الله عليه الصلاة والسلام، صح؟ كان بيقعد مع الصحابة اللي هم سدنة الحرف وأرباب اللغة وأصحاب اللحن، كان بيقعد معاهم يقولون ما افصحك يا رسول الله. ده انت في كلام مش عارفينه بنقوله ورص الكلام كده، مش ممكن ما اعرفش اقول كده، ولذلك اجاز اهل العلم الروايه بالمعنى. ما انت ممكن ما تعرفش تجيب نفس النص ده. فكانه ما قدرش يقول عليه الصلاه والسلام، راح قال لي بقى لا احصي ثناء عليه، ما اقدرش اكمل ثناء عليك، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ولا يحيطون به علما. بتيجي في حته وتقف تقول بس سلمت وقفت،